كنت سايق في الليل وبغيت نرجع عند عائلتي في اسرع وقت باش ندوز معاهم العيد الكبير. نسوق في الليل ماشي مشكل، الطريق مظلمه هادشي ولفناه، والناس اللي كتسوق في الليل كيعرفوا مزيان داك الاحساس ديال انك غير في واحد الطريق ما فيها حتى واحد، ممكن تشوف العجب. ولكن كيف ما قلت لكم ماشي هذا هو المشكل. المشكل انني كنت ناوي كيف العاده ندوز العيد مع عائلتي الصغيره، غير هو ما كنتش عارف انه هذا العيد غادي يخلعني انا وعائلتي والمدينه اللي انا عايش فيها. هذه هي الهضره اللي غادي يبدا بها القصة صوت. ولكن دابا خلوني انه نبدا لكم نيشان في القصة وشنو غادي يوقع مع با عادل، وركزوا معايا في كل تفصيله غادي نعاودها لكم. عنده مهمه، با عادل كان شيفور ديال الكاميو، والكاميو ديالو بالاسم ديالو ماشي خدام، يعني كانت حياته ماديه مزيانه، اللهم لك الحمد. خدام مع شركة، يوصل هادو عنده فلوس لدرجة ديال انه يشري الساس ويبني واحد الدويرة زوينة. هادشي في واحد المدينة اللي ما كبيرش بزاف. واليوم انا باغي نعاود لكم القصة بلسانه باش تفهموا داك الشيء اللي غادي يعيش وكيفاش هاد الليلة غتبدل ليه حياته، كان ممكن يبدلها بطريقة مختلفة. تفهموا علاش قلت بحال هكا؟ كيقول بعديل انه هو اللي كيخدم شيفور لدرجه غير الفكره ديال انه يجلس في الدار وما يشدش الطرقان كضرو في راسو. داكشي علاش ما عمرني تفكرت انه غادي يجي النهار وغادي يخصني انني نجلس، وكنت كنقول بحالي بحال بزاف ديال الناس انه فاش غادي نكبر غادي يخدموا عليا ولادي وجمع واحد البركه ما بيهاش اللي غادي تعيشني العمر اللي بقى. ولكن انا دابا فيا ما نسوق وكنسوق، وبصراحه كنغبر مده طويله على عائلتي، تقريبا راني ما عارف عليهم والو، من غير مرتي اللي كتعاود لي داكشي اللي خاصها تعاود. ما كنتجمعوش بزاف، سيمانه قبل العيد غادي يتصلوا بيا شي وحدين على قبل الخدمه، غندير ليهم شي سلعه حتى للشمال على جوج ديال المرات، نمشي ونجي ونمشي ونجي، يعني غادي ياخذ لي تقريبا شي 3 ايام او 4 ايام بحال هكاك. هادشي الا ما تعطلش وانا غادي نوافق، قلت لهم مرحبا، خصوصا من بعد ما زادوني الفلوس. ولكن قالوا لي نحاول ما امكن في التوصيله الثانيه من فين ما خصنيش نتعطل، حيت المعلميه خاصهم مازال يمشيو لدورهم باش لغت لي غيكون العيد الكبير. قالوا لي ماشي مشكل انك تعطل، ولكن لا تعطلتي خليها حتى لتاني عيد. كندوي لكم على التوصيله الثانيه، اما التوصيلات الاولى حاله سهل حتى داك الوقت. انا كنت خايف من حاجه واحده، انه هادشي ياخذ لي الوقت على انه نتعطل على عائلتي في العيد الكبير، ولا نولي ما موصلش السلعه قبل العيد. وانتم عارفين النهار ديال الاضحيه كتبغي تصنت لعظامك، ما كتبغيش انه تبقى تابعك الخدمه، يعني ما كرهتش الخدمه كامله نساليها في اخر ليله قبل العيد. وكنت موجد الخروف، اتفقت مع واحد السيد يجيبوا لنا الدرار في ليله ديال العيد. كاين تما الولد يقدر يتكلف. اول مشي يوم جي اخذت لي الوقت، ما عرفتش واش تكاسلت حيت سحبت لي باقي الوقت على العيد. المهم غادي نتعطل، هادشي اللي ما خلاني انني نوصل للمدينه اللي نشارجي منها السلعه. أه طلبت من داك الناس انهم دغيا يعمروا السلعه في داك الكاميو باش بداك الشيء بالزربه نرجع للمدينه اللي كاينه في الشمال، ونرجع نعيد مع عائلتي على خاطري. تقريبا مع واحد الجوج كان كلشي واجد وخاصني نشد الطريق، وغادي تاخد ليا من 12 حتى ل 15 ساعه على حساب واش وقفت ولا لا. كانت تمارة الكحلة. ايوا دابا باش نشرح لكم، كاين جوج طرقان. الطريق الاولى هي الطريق الرسميه وكندوز على المدينه اللي عايش فيها، وهي بحال الا قلتو معظم الوقت كتكون عامره، ولا على الاقل كيكون شويه ديال الكاميوات. وكاينه طريق واحده اخرى، الطريق الثانيه اللي هي ماشي رسميه، يعني وكدوز على جنب البحر. ما عرفتش واش شرحت لكم مزيان ولا لا، ولكن على العموم انا غادي نشد هذيك الطريق اللي في جنب البحر. هي الطريق اللي ما كتكونش عامره بزاف، وبصراحه كاين شويه فرق على الطريق الرسميه، تكون تختصر عليك واحد 30 دقيقه بحال هكاك. مع 6 وصلت، لقيت واحد بحال الاستراحه، وصلت العصر وغادي نجلس تما حتى نصلي المغرب. والكاميوات اللور كيكون واحد البلاصه فين تنعس، اي حاجه ممكن تخصني خليتها اللور. ايوا مع المغرب خدمت الكاميو وقلت بسم الله وشديت الطريق. ايوا واش نقول لكم، مقدر انه نوصل فين غادي نحط السلعه جويه جوج 3 الا تعطلت موراها غادي نرجع لمدينتي اللي ما بعيداش بزاف مقارنه مع البلاصه اللي كنهز فيها السلعه. غادي نعس شي شويه ومن بعد مريضنا ما عنده باس، وكيقول من بعد سنوات ديال الخدمه كنت كنقول انه ماشي مشكل انه نشطرق في الليل، المشكل هو انه ليله ديال العيد هادي
والدنيا في مدين كتولي خاوية. بالنهار كتكون عامرة بنادم مسافر، ولكن في الليل اللي بغى يوصل لشي بلاصة راه وصل ليها. والدنيا كتولي كتصفر. الا وحلتي في الطريق ما كاين اللي غادي يسيق لك الخبار. والطريق انت جنب البحر، كتخلع لواحد الدرجه ما تتخيلوهاش. ايوا غادي في الطريق الدنيا بدات كتظلام. الضوء الوحيد هو الضوء ديال الكاميو. يعني الاجواء في شكل تلقي القران في المسجله. واخر حاجه غادي نديرها هي انني نشد التليفون ونصوني على مريض الدار نطمئن عليهم. قالوا لي كلشي هو هذاك، المشكل الوحيد انه ولدي الكبير كان باقي ما دخل. قلت لها اشنو مازال مخرجوا في هذا الوقت يجلس معاكم، علاش مخليكم بوحدكم؟ وقلت لها باللي الا خاصها فلوس ولا شي حاجه تحل بلاكار وعارفه فين مخبي الفلوس. انا كنت داير واحد الصندوق حاط فيه بلاكار، حاط فيه نيت فلوس صحيحه لدوير الزمان. وما كانش عندي ديك الفكره ديال انه نمشي نحط في البنكه اليوم وغدا. هذا ما تعرف الواحد شنو ممكن يوقع عليه. خاص ما تكون واحد الفلوس تحت منك. ايوا صافي، نسالي القصه هنا ولا شنو؟ اكيد لا. ايوا وانا غادي ومضوي الضو ديال الكاميو بانت لي شي حاجه اللي كاينه وسط الطريق. ما يمكن نشوف بحال هكا كيجي بالي بحال شي واحد واقف تما، واقف بعيد وما كيبانش لي مزيان. ولكن كنقرب مفروض داكشي اللي شفتو وانا كنقرب غادي يبان لي مزيان. لا الاخوان، داكشي اللي قدامي كيخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن غير جاب لي الله هادشي اللي قلت مع راسي. من بعد 2 دقائق نفس الحاجه عاوتاني. داكشي كيبدا يبان لك من بعيد، كتقرب ما كيبقى يبان لك والو، ومع ذلك ظلام. كتعرف واش الانعكاس ديال الضوء دازت شي ميكا شي حيوان، ما عرفت. المره الثالثه نفس الحاجه، وانا طالق القران وفي الكاميو الاخوان. يا غادي كيبان لي واحد الراجل قدامي. واللحظه فاش غادي يبان لي بوضوح بحال ما قدرتش انني نفراني، ما قدرتش انني نوقف ودخلت فيه. حسيت بديك الضربه فعلا دخلت فيه. قلت الله يحط السلامه. صوت ديال البحر، الدنيا خاويه كتصفر. خاصني ننزل نشوف شنو درت هنايا، اش هاد المصيبه اللي واقعه. عندي بيل كنضوي به قدام الكاميو ما كاين والو. كندور على الكاميو كنشوف يكون اثر ديال الدم والو، لدرجه انه قلبت تحت الكاميو وانا متاكد باللي دخلت في شي واحد. وبديت كنضوي حتى في الشارع البلاصه فين المفروض كان واقف، ولكن مكينش دليل واحد ولا اثر صغير كيبين باللي كاين شي واحد هنايا. ما يمكنش نقول لكم انا من يعني انا ما فيا نعاس، ما سهران، مصلي، محصن راسي، شارب قهوه. هاد العجب اللي شفت. وكندوي على واحد الراجل اللي كبير وشايف العجب ويا ماش طرقان. ولكن هذه اول مره يوقع معاه شي حاجه بحال هكا. قلت صافي انا اساسا معطل، ما غاديش نزيد نتعطل اكثر. الا كانت شي حاجه من داك الشيء اللي نتوما عارفين الله يسمح، ولا كان شي حاجه غير تهيئات ونكمل طريقي. ايوا ركبت وكملت الطريق وشويه كنسمع دقان في الكاميو. داق 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 داكشي جاي من تحت الطوموبيل من فوق الطوموبيل من الجناب. ما فهمت والو، فحال شي واحد كيقول لي اوقف وانا غادي ب80. يعني كيفاش غادي نوقف؟ واخا هكاك مره اخرى وقفت وقرأت المعوذتين ونزلت كنقلب ليكون شي مشكل يحبسني هنايا ورد البال مع القطعيه. بديت كندور على الكاميو كنعيط واش كاين شي واحد، وعباد الله واش شي واحد كيسمعني، واش ما عرفت شنو. دقان كان بحال شي حشر صغير كيتضرب في الكاميو في شكل هادشي. مره اخرى عاوتاني كملت الطريق وانا غادي 5 دقائق ما كاملاش كنسمع تقرقيب جاي من تحت. قلت دابا صافي فهمت، غيكون مشكل من الطريق اللي كاينه فيها الحجر والرويد كيدوروا بحال هكا. داك الحجر كيطلع فوق وكيبدا يضرب لك الكاميو من تحت. المشكل انه كون غير جات على هادشي. لا، انا بديت كنسمع اصوات عندي في البلاصه اللي انا جالس فيها. الكاميو القدام كيكون 3 ديال البلايص، واللور داك البلاصه فين كاين داير حوايجك وفين كتنعس. الصوت كان جاي من ورايا، جاي من البلاصه اللي فيها حوايجي. فواحد اللحظه انا بغيت نتاكد شنو اللي داير هاد الصوت. وفاش غادي ندور بشويه باش نعرف شنو كاين، لقيت واحد الراجل جالس اللور
وسمعي مر وكاس اللور. انا بالزربه تلفت قدامي وفرانيت بالجهد، كنت صافي غندير مصيبه. هاد السلعه ديال الناس اللي ساويه الملايين وممكن تقلب ليك. مره اخرى فاش فرانيت كنشوف مورايا بشويه وكنقرا في القران، ما كان حتى واحد. شنو درت؟ نزلت بالزربه من الكاميو وبديت كنضوي من برا باش نشوف شكون اللي كاين داخل، ولكن ما كانش الحركه. دخلت بشويه الكاميو، رد البال، كنقلب لتحت منين جاي هذا الصوت كذا كذا، ولكن والو، ما كاينش الاثار ديال شي واحد، وانايا ماشي الطريق. دابا كنقول لكم واش راه مطلق فيها القران. دابا حتى وصلت لهاد العمر عاد غادي يبدا يوقع معايا هادشي. انا ما كنتش عارف بلي تما كاين واحد الرساله اللي كتحاول انها توصل. اعوذ بالله. جلست بلاصتي وبقيت كنشوف وتاكدت انه مستحيل شي واحد يكون معايا داخل. وتنساوش خاصكم ديروا في البال انه كاينين حتى القطاطعيه، وانت السلعه وفلوس صحيحه بزاف، فميمكنش انك تغامر. هادشي غادي يخليني نفكر في واحد الحاجه. كاين من هنا القدام واحد الدوره، هاد الدوره هي الطريق بحال قلتو صغيره، حتى واحد ما كيدوز منها. كتوصلك نيشان لهاديك الطريق الاولى اللي قلت لكم عليها، اللي كتكون عامره واللي كدوزني من المدينه اللي انا عايش فيها. حيت قلت يمكن الطريق في جنب البحر، وانتم عارفين البحر في الليل وداك الهضره اللي هي ما سمعتوا عليها قصص. اهم حاجه انني قررت نرجع لهداك الطريق اللي كتكون عامره، باش هكا ما نغامرش بالسلعه ديال الناس. من بعد 20 دقيقه وانا غادي ما طرا والو، وقلت اجي نتصل بمريم الدار. قلت لها واش الولد دخل الدار؟ قالت لي باقي. قلت لها شوفي انا ما نقدرش نضيع الوقت بزاف، غادي ندوز من حدا المدينه ولكن ما غاديش ندخل لها، غادي نضرب عليها الدوره ومن تما غادي نمشي نيشان. وقلت لها ولكن الى مروان ما دخلش وسمعت انه ما تعشاش معكم راه غادي نجي ونعلقه من رجليه. قلت لي لا لا، بلا ما تبرز راسك، يكفي العذاب اللي عندك، انت غير ركز في خدمتك. وقلت قالت لي وجي ما امكن بكري ودابا العيد، واساسا ما عرفتش اش تخدم هاد الايام قبل العيد. يكفي هاد البركه اللي خبيتي، راه كافيه باش نعيشوا مرتاحين. قلت لها خليها في يد الله ما ديريش بالك. قلت لها اساسا انا خدام دابا باش نجلس واحد 15 يوم، ما فيا لي تاني عيد نوض نخدم. ودايز من ديك الطريق الصغيره اللي قلت لكم ان توصلني لداك الطريق اللي مولف كندوز منها. من بعد 10 دقائق بحال هكاك شفت واحد المنظر، هذا المنظر هو اللي غادي يخليني صافي نشك في راسي. من المرايه اللي كاينه في الجنب ديال اليسار بان لي شي واحد معلق في الكاميون اللور كيطلع ليا بحال هكا. انا دققت وقلت ولا اني مصيبه هادي، عندك يكون هذا من القطاطعيه فاش وقفت، يكون استغل داك التلفه ديالي وتعلق في الكاميو وكيتسنى غير امتى يتلاقى مع صحابه باش يكريسيوني. الناس ديال الكاميو عارفين بان ضروري خاصك تكون هاز معاك شي حاجه باش تدافع على راسك. اكيد هذا معلق اللور شفار وعلم الله مع من متفق. فشنو درت؟ بديت كنتقل بشويه بشويه من موراها، غادي نهز هذيك العصا ديال الحديد ونزلت بالزربه باش نشوف شكون اللي معلق اللور. وانتم فهمتوا راه ما لقيت حتى واحد. تيقوا ولا لا؟ انا حسيت بلي كاين شي واحد بغاني نتعطل، كاين شي واحد ما بغانيش نوصل بالزربه، شي حاجه باغاني نتعطل باش نمشي للدار والغرض ما يتقدرش. ولكن قلت والله حتى نوصل هاد السلعه. بدات الامور غريبه اكثر فاش بقات واحد المسافه اللي ما طويلاش بزاف على واحد المحطه ستاسيون كيوقفوا فيه الكاميوات. واخا دابا الليل ديال العيد ما غاديش يكونوا ناس بزاف، وحتى انا ما بغيتش نرتاح، انا بغيت نمشي نشم بالزربه نوصل ما امكن. المهم ما توصل ديك المحطه، واخا ما كاينش مسافه اللي طويله بزاف. الدنيا خاويه كتصفر، حين الطريق الصغيره كتعتبر الطريق الثانويه واكثر من الثانويه. راه الطريق اللي كيدوزو منها غير صحاب هاد المنطقه، طريق حرفيا مقطوعه. المهم راكم فهمتوا. المهم باختصار هاد المحطه اللي قلت لكم كيوقفوا فيها الكاميوات ما كاينه حتى الانقطاع ديال الطرق اللي غيدوز منها حتى واحد. وانا غادي في الخلا والقفار بديت كنسمع صداع، بزاف ديال الصداع عندي داخل، بحال الا تقول انه دايز من بلاصه والناس كيزفوا عليا بالحجر. من برا بعدا ممكن تقول قطاطعيه وبغاوني نوقف، هادشي علاش كيزفوا عليا بالحجر. ولكن هنا لداخل انا كنسمع شي حاجه حدايا، شي حاجه كتحرك. هنا الاخوان صافي بلا ما نكتب على راسي نعيا
من جبت التفاسير وباين ان هادشي اللي كان نتعامل معاه ماشي من البشر. وكملت فاش قلت هذاك الشيء بغى ياكد ليا انه ماشي من البشر. عرفتوا داك البوطاغون اللي كدير فيه الوراق كيبان ليا كيتحل بوحدو. قلت اعوذ بالله. جهدت صوت الراديو اللي فيه القران، وكنقول لكم باعدي الراجل كبير متقي كيصلي وكيعرف شنو كيدير. وفعلا من بعد ما جهدت الراديو داكشي كيحبس حتى صافي. اخيرا وصلت هذيك الطريق الرئيسي فين كاينه المحطه. ممكن ترتاح، والطريق ما عندي مناش نخاف. الغادي والجاي كتير، واخا الليله ديال العيد كاين الناس اللي كيشدوا الطريق على الاقل ما تكونش الدنيا كتصفر كيف ما داك الطرقه اللي دزت منهم في الاول. عادل كيقول في هذه اللحظه ملي وصل لهاد الانقطاع ديال الطرق يعني صافي. تخيلوا معايا الطريقه هي طريق صغيره على اليمين ترجعوا للمدينه، واليسار فين كاينه المدينه اللي هو جاي منها، وموراها فاش يكمل راه غادي يوصل للبلاصه فين غادي يحط السلعه. المهم وصل هنايا داير السيني على اليسار وقال بواحد الصوت اللي عالي بلا ما نوقف يلا بالزربه نوصل هاد السلعه ونتهنى. والله كيحلف انه اول ما قال هاد الجمله عاد ليه في الطابلو تما ترين طلعت ليه البوله انه ما كاين مشكل. وشنو هو المشكل؟ ما عرفتش. هذاك الشيء خلاني نوقف في ديك المحطه وقلت استغفر الله العظيم. ولكن شي واحد قاصد انه يعطلني لهاد الدرجه ما يديرش هادشي كامل. فاش وقفت قلت غالبا المشكل انه موتور سخن، خاصني نزيد الماء وصافي مريضنا ما عنده باس. وداكشي اللي درت، واخا هكاك ديك البوله حلفات ما طفى. عرفتوا شي حاجه تعكسات صافي كتعكس لك ما بغاتش تقاد. قلبت بساعه اخرى ودخلت المحطه كليت توضيت وصليت العشاء. عاوتاني رجعت للكاميو باش نشوف داك البوله واش مازال شاعله وما بغاتش تطفى. نزلت عاوتاني نتاكد نشوف جهات الموتور حيت خايف الا تحركت من هنايا يسكت بك الكاميو في شي خلا وتما بقيت. سلعه ديال الناس صعيب انك تغامر بها، واما هنايا بعدا كي لا يعاونك تقدر تعيط للديباناج. تكونوا رديتوا البال فاش كدوز من شي ستاسيون وكيبانوا لك واحد البلاصه فيها بزاف الكاميوات. انا كنت تما حتى شويه غيجي عندي واحد الراجل كتشوفوا كتعرفوا الشيفور ديال الكاميو كنعرفوا بعضياتنا من بعيد كيبان لك داك اللي معاك. قال لي السلام عليكم. وعليكم السلام. ياك لاباس اخويا مصبح وانا كنشوفك واحد مع هاد الكاميو. قال لي واخا ركب. قال لي غير ركب انا عارف شنو ممكن يكون مشكل. والله ما عرفت واش شنو دار. المشكل انه الكاميو باش توصل لهاديك البلاصه اللي فيها الموتور كيخصك تطلعوا بحال هكا ومستحيل انه تكون جالس لداخل. هو بلا ما يدير والو ما عرفت شنو دار. قال لي جربت ما كاينو لا بولا لا والو، كان كلشي خدام. انا بالفرحه والله ما فكرت قلت الحمد لله. قلت سير عليه وحلك في شده. يلا بغيت نتحرك الراجل غادي يحل الباب وغيدخل الكاميو. ما قال لي والو جا وركب. قلت هذا شنو بغى؟ خدت معايا الكاميو صافي سير الله يعاونك انا راه تابعني السلعه خاصني نوصلها بالزربه. قال لي واش ممكن توصلني واحد شويه لقدام؟ قلت لي فين بالسلامه؟ قال لي غير هنا واحد نص ساعه كاع الا كثرتي. واخا ماشي مشكل قديتي معايا هاد الغرض حتى انا نقدر لك الغرض ديالك. واخا بصراحه ما فهمتش بين فيه شيفور ديال الكاميو وفين هو الكاميو ديالو. ولا يمكن كيخلي الكاميو ديالو هنا وكيدخل شي دوار ممكن. المهم ماشي مشكل نتعاون معاه هاني. وبيني وبينكم واخا هكاك بقيت رد مع البال لا تكون عندي شي خطه من شي قطعيه ودابا ركب معايا باش يحكمني. داكشي علاش كنقول غير غادي يتحرك يدير شي حاجه ماشي هي ديك غادي نعطيها للراس. ايوا حنا غاديين نصايق مع راسي وفيه الهضره كيهضر بزاف وكينصحني. انا كنقول يا ربي غير امتى يقول لي وقف نزلني. اشنو بدا كيقول لي؟ بدا كيقول لي انت مخلي عائلتك وليله ديال العيد وعندهم الحق عندك خاصك تمشي تجلس معاهم. كون جيتي عليا زعما خلي الخدمه دابا وسير جلس مع عائلتك. انا كنقول لا خدمتي خاصنا نقضيها والعائله راه ما عندها فين تمشي. وكيقول لي الله يهديك راه اللي زربوا ماتوا انت كتشوفني انا خليت الكاميو ديالي لهيه وفي ديك المحطه وجايبه نمشي عند عائلتي. كيدوي معايا بحال هكا ما عرفتش علاش فجاه بغى يعطيني موعظه. شويه قال لي صافي غير هنايا. وقفت في واحد البلاصه اش نقول لكم الظلام والخلا والقفار بمعنى الكلمه. وهذا فين بغى يمشي بالسلامه.
داكشي علاش انا فاش بحال هكا بالزربه حطيت يدي على داك الحديده باش الا تبانت لي شي حاجه ماشي هذيك نبدا نستعمل العنف. الراجل حل الباب ونزل، وقبل ما يسدو قال لي اسمعني، راه ما تمشي غير فين مشاك الله، وسير جلس مع عائلتك راه محتاجين. ولكن راه قهرني بالهضره. صافي كمل الطريق والحمد لله ما كانش من القطعيه، ولا يمكن كان ناوي يشفرني وفاش شافني رد معاه البال ميك الله اعلم، وقال اجي نقلبها نصائح. وفاش قربت المدينه اللي انا عايش فيها، ما هي مدينه ما كبيرش بزاف، بديت كنتصل بمالين الدار نشوف اش اخبارهم ولا خاصهم شي حاجه دوز عندهم بالزربه. فاش وصلت كنت معطل، كنتصل بهم التليفون كيصوني ولكن حتى واحد ما كيجاوب. قلت غالبا يكونوا نعسوا، دابا ما كاينلاش ندخل المدينه. صافي نكمل الطريق على برا وهكا نوصل بالزربه ما امكن، نخوي داك السلعه ونرجع في حالاتي. وصلت لواحد المرحله الاخوان وليت كنكابر. انا عارفه هادشي صعيب انه توصل تما ونقضيت الاغراض كامله، ولكن واخا هكاك تعكست. قلت غادي نوصل تما نقضي هاد الاغراض ونرجع. قال لي راسي غادي نوصل تما واخا غنوصل معطل، غير يشوفوا الناس ديال الخدمه غادي يحشموا ونحطهم امام امر الواقع، وفي الاخر غادي يعاونوني ننزل هذيك السلعه. اهم حاجه بالنسبه ليا ما نخدمش تاني عيد، وفي الاخر غادي يعاونوني باش نهز ديك السلعه. اهم حاجه بالنسبه ليا ما نخدمش تاني عيد. وفعلا غادي يوصل لديك المدينه وبديت كنتصل بالناس اللي غادي ياخذوا معايا السلعه، ولكن وصلت معطل بزاف. شكون هذا اللي غادي يخدم معك في هذا الوقت والليله ديال العيد؟ كنتصل ما كيجاوبوش. ايوا اتصلت بالناس اللي متفقين معايا من هذيك الشركه، قالوا لي يا با وليد شاد الوقت هذه بعد جاوبوني الحمد لله. قلت لهم راه الناس اللي مفروض يعاونوني ننزل عندهم السلعه فين هما؟ كنصوني لهم ما كيجاوبوش. زعما راكم فهمتوا الغلط منهم ماشي مني انا اللي جاي في هذا الوقت. السيد قال لي واسمح لي يا با وليد، ماشي هذا هو الوقت اللي اتفقنا عليه، قلنا الا في هذا الوقت سير لدارك. شكون هذا اللي غادي يخدم معك دابا وغدا كاين العيد؟ قلت ليه لا وانا عائلتي بغيت نجلس معاهم وهادي بغيت كنرون عليه. قال لي صافي اتفقنا، ولا اتفقنا على شي حاجه راه هي اللي غتكون. قلنا لك الا كنتي غتعطل صافي خليها حتى ثاني عيد. لا حول ولا قوه الا بالله. ومع انا معكس رميت عليهم اللومه، قلت لهم صافي شوفوا الا ما خديتوش السلعه ديالكم انا غادي نرميها في شي قنت. الراجل قال لي با عادل شاد الفعيل هادو، حنا اتفقنا والاتفاق هو الكلمه، وكلمه وحده بغيت ترمي داك السلعه رميها، وفي الاخر انت اللي غتخلصها وعارفه شحال ساويه. يعني الاخوان لقيت راسي ما انا موصل السلعه، ما انا جالس مع عائلتي، ما انا مدوز العيد على خاطري، ما انا مرتاح. كنقول شنو غادي ندير دابا؟ كنصوني على الدار ما كيجاوبوش، عييت من شد الطريق، وفي نفس الوقت ما حاملش انه تاني عيد رجع لهنايا. شنو غندير؟ واللي طالب غير السله بالعنب. كنقول على الاقل نصبر غير هنايا حتى الغدا في الصباح، وشي واحد شي جوج ولا ثلاثه يتفرغوا ويجيو يحيدوا عليا هاد السلعه. عاوتاني اتصلت بهذاك الراجل مول الشي، قال لي واش رميتي السلعه؟ قلت ليه لا، ولكن الا بقيت هنايا واش ممكن غدا في الصباح شي جوج ولا ثلاثه يجيو بالسربه يخويو هاد السلعه؟ قال لي الله يهديك الله يهديك، وانت شفتي راسك معطل لاش معكست لهاد الدرجه؟ لاش مدابز مع الوقت؟ وشوف حنا غادي نشوف الدراري واخا غادي نخلصوهم بالزايد، ولكن يلا اللي ما عنده هم تولدوا ليه حمارته. انا قلت صافي خليني نبات في الكاميو، وغدا غادي نتصل بعائلتي نطلب منهم السماحه. هادشي اللي عطا الله ديال الخدمه، على الاقل هما جالسين مرتاحين وانا اللي في تماره. ولكن الاخوان بعدي ما كانش عارف شنو كان كيوقع. الغدا ليه نهار العيد فقت ومشيت نيشان المصلى، ومورها غادي نشد التليفون غادي نصوني على الدار وما كانوش كيجاوبوا. قلت واش يمكن يكونوا مازال ناعسين؟ يمكن. ايوا الناس كيعيدوا وانا جالس في الكاميو، والمشكل انني كنصوني على مول الدار، كنصوني ما كتجاوبش. كنتصل بولدي الكبير حتى هو ما كيجاوبنيش. قلت واه شنو كاين؟ هادشي خلاني نتصل بمول الحانوت اللي في الحومه، كنصوني ليه والو حتى هو ما كيجاوبش. قلت وقيلا كلشي مشطون مع الذبيحه. لقيت راسي في واحد الوضعيه اللي ما انا معيد، ما انا قادره نطمئن على العائله ديالي، ما قادره نتحرك من هنايا، حيت كنتسنى الناس باش نجيو نحيدو السلعه. ندمت اخوان، كان عليا البارح ندخل مدينتي وصافي نخلي هاد الشيء حتى ثاني عيد، احسن من هاد الستريس وهاد العذاب اللي انا فيه. ايوا الساعه الاولى الساعه الثانيه كل شويه كنحاول نتصل بناس الدار، كنتصل بولدي الكبير
كنتصل مول الحانوت حتى واحد فيهم ما كيجاوبني. شويه جاو هذوك الناس اللي غادي يعاونوني انني ننزل السلعه وبدينا كننزلوها، ولكن بالي كان معمرين الدار وانا كنعاون الدراري وكنزل معاهم السلعه. تليفوني غادي يصوني، كان مول الحانوت. قال لي الو با عادل. قلت ليه وفينك صاحبي؟ عييت ما نصوني عليك بلا فايده. الله يرحم والديك ما ديرهاش مني خلط الصواب. الا كنتي في الحومه سير شوف لي مالين الدار مالهم ما كيجاوبوش. قال لي انا في الحومه كون غير تجي. قلت لي راه اساسا انا غادي نجي، غير شوف لي علاش ما كيجيوش التليفون. غادي نسالي الخدمه من هنا وغادي نمشي الطريق من هنا، يعني في اقرب وقت غتلقاوني عندكم. قال لي لا ولكن خاصك تجي. وغادي دوز لي في التليفون واحد الراجل اللي انا ما كنعرفوش، صوته كان غريب عليا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون معايا؟ قال لي سي عادل الا ممكن تقولي فينك؟ قلت انا في المدينه الفلانيه. شكون معايا؟ قال لي حضوركم مهم، جيب السلامه وغادي نشرحوا لك كلشي بالتفصيل، احنا راه من السلطات. قلت ليه ياك لاباس شنو واقع؟ قال لي والو باس، جي وغادي تفهم كلشي. انا الاخوان ركابيه بداو كيضربوا، ما بقيتش قادر نوقف. ما فهمتش اشنو جاب مول الحانوت للسلطات، شنو واقع وعلاش كيسولوني. عاود اتصلت مول الحانوت قلت لي غير شرح لي شنو واقع. قال لي شوف بدا كيرتبك في الهضره وكذا. قال لي غير حتى تجي السلامه وغادي تشوف كل شيء. المهم مقطع لا اله الا الله. فين غادي نجي؟ انا باقي كاع مسالي الخدمه. عندك يكون براوج ديال ولدي دار شي مشكل، ما غاديش تكون اول مره، يا اما دار شي حاجه، يا اما واخا هكاك بقيت تنزل السلعه وغادي نمشي الطريق. حيت شنو قال لي راسي؟ قال لي اكيد ولدي داير شي مشكل وصافي ما شغليش. انا بغيت غير نسالي خدمتي الاولى وديك الساعه يحله. وكون كنت عارف اشنو واقع كل ما درتش بحال هكا. كنحط في السلعه وتليفوني كل شويه كيصوني وانا كنقول لهم صافي هاني جاي. وفاش غادي نوصل المدينه طريق كامله وانا كنصوني على مولات الدار ما كتجاوبش. ايوا فاش غادي نوصل الحومه لقيت الدنيا مقلوبه. عرفتو بحال شي واحد مشهور جا، الناس مجموعين وكلشي كيشوفوا فيا ومتبعيني وانا داخل بالكاميو. قبل حتى ما نوقف بداو كيدوروا بيا جدرميه شي ناس من الجيران، بداو كيبعدوا ديك الشقه. هاد البلاصه اللي انا فيها ما كاينش البوليس ولكن كاين جدرميه. انا هنا قلت او لهاد الدرجه واخا مع شنو كيكون واقع. باقي كاع ما نزلت من الكاميو واحد جدرمي غادي يجرني وبعدني بالسرب على الناس اللي كانوا مجموعين تما. قلت ليه ياك لاباس انا بغيت غير نشوف عائلتي. قال لي ندوي معك بعد هو الاول. قلت ليه شنو كاين؟ انا بغيت نشوف عائلتي. قال لي غادي تشوفهم ان شاء الله ولكن دابا اهم حاجه شرح لك بعدا شنو وقع. وانت ما كاينش با عادل. بغيت نسولك فين كنتي بعدا؟ قلت ليه انا راه قلت لكم كنت في المدينه الفلانيه بلا بالاماره كانوا شي ناس كينزلوا معايا سلعه وبت حتى في الكاميو. واش كاين شي حاجه؟ واش ولدي مروان دار شي حاجه؟ قال لي جلس بعدا. قلت ليه لا انا ما بغيتش نجلس بغيت نشوف عائلتي. قال لي ها جلس بعدا. دابا انا محتاج نشوف عائلتي علاش غادي نجلس؟ وهذاك المنظر الاخوان وانت واقف كدوي مع شي واحد والناس كاملين كيشوفوا فيك راه كيخليك تخربق. ايوا جابوا لي واحد الكرسي جلست مع جدارمي. قال لي اسمع نقول لك شنو وقع. هاد الصباح الناس شافوا الدخان وكانت الريحه ديال الحريق. نقدر نقول لك بلي الريحه ديال الشوا د اللحم والناس وصلتهم الريحه وكان الدخان بزاف خارج ليكم من الجرده ديال الدار. الديور هنا فيهم واحد الجرادي صغار. المهم قال بلي الدخان كان كتير والريحه مجهده لدرجه ديال خلات واحد الجار سميتو خالد غادي يخرج باش يتشكى على هذا الراجل. خالد دارو ملاصقه مع دارنا. قلت لي ايه قال لي ايوا قال انكم صافي ذبحتو بديتو كتشويو. قلت لي احنا فعلا كنذبحو كنشوف ديك الجرده ولكن امتى هادشي؟ قال لي هادشي تقريبا قبل ما يمشيو الناس للمصلى، يعني الصباح بكري. يعني الصباح بكري كاين الدخان بحال ذبحتو وساليتو. ولكن الغريب اللي خلى الناس تشكى هي كميه ديال الدخان وديك الريحه الخانزه اللي كانت خارجه من الدار خلات الناس قربوا يتخنقوا من كثرت ما ديك الريحه خايبه. واول واحد غادي يتشكى هو السي خالد اللي جاركم. بدا كيدق وفاش شاف ان الكاميو ديالك ما كاينش فهم بلي انت ما كاينش وعائلتك كيعيطوا بلا بيك. فبدا كيدق
باش يدوي معاهم بالادب، ولكن ما كيجاوبوا حد. بدا كيقول وعباد الله راه نقصوا شويه داك الدخان، راه انا وليدات صغار كيتخنقوا. وفي نفس الوقت واحد شاركهم اخر حتى هو غادي يخرج، فاش سمع خالد كيغوت قال لي هسي خالد ما كتغوت مالك على هاد الغوات؟ قال لي اش تشوف الدخان هادو باينين، ما كاينش وذبحوا قبل من الامام. قال لي والله الا بصح، قال لي الريحه قهراتنا وماشي من عوايد العائله ديال با عادي يديروا بحال هكا. دابا راه شي ساعه تقريبا هما كيشوفوا في اللحم. خايد قال لي راه ما يمكنش هادشي راه حشومه، حنا راه ما قادرين حتى نحلوا سراجم. قال لي معليش با عادل جارنا ومن زمان ما عمرنا شفنا فيه العيب، صافي اكيد غيكونوا ما عرفوش كيفاش يديروا وحرقوا داك الشيء اللي كيشويوه. قال لي خالد لا والله ما نسكت، قال لي على الاقل كندقوا غير يحلوا لينا ويفسروا لينا شنو واقع، ماشي بحال ما كاينينش. بقاو كيدقوا حتى واحد ما كيجاوب، والريحه مجهده بزاف وكيبان انه هاد الريحه ماشي جايه من هذيك الجرتله، بحال خارجه من الدار. كانوا كيسمعوا الصوت ديال العافيه ولكن بعيد شي شويه، تقول انه كاين داخل. ومكثرت ما الجيران دقوا بداو كيشكوا كيقولوا اوه ماشي عاوتاني لهاد الدرجه، عندك يكونوا ماين الدار ما كاينينش والعافيه شاعله لهم في شي حاجه. الدار غتكون شاعله فيها العافيه ولكن حنا كنشمو ريحه اللحم، شنو غيديروا؟ هاد خالد وهاد الجار غادي يعيطوا على ولادهم باش يجيو ينقذوا السور. فعلا جا ولادهم وشباب غينقذوا السور وحلوا لهم الباب من اللور، وكيبان من وجههم انه كاينه شي حاجه لدرجه خلاهم وجههم مبقاش فيهم اللون وما قدروا ينطقوا حتى حرف. خالد غادي يسول ولده، غادي يقول ليه مالك على هاد الحاله، اشنو شفتي؟ الولد ما نطق حتى حرف. قال لي حيد ترى باقي ضايخ بالنعاس. وهو يدخل هو يشوف وهداك جارو، وتما فين غتكون الكارثه. فهموا بلي كاينه شي حاجه واقعه. شنو واقع انتم غتشوفوا فاش غادي يدخلوا للدار. بان ليهم وسط ديال الدار كاينه شي حاجه كتشوى تما، شي حاجه بحال الشعر حوايج، شي حاجه ما مفهومه شنو هي. با عادل كيقول انا قلت للجدار غيكونوا كيشوفوا اللحم. صافي حيت خلينا نمشي نشوف شنو كاين. قال لي جلس نمشي نشوف. قال لي جلس خلينا نكمل كلامي. قال لي باش تدخلوا للدار كان الحطب والطوب والشبكه كما كيديروا داك الصحاب اللي كيشويو الريوس في العيد الكبير. وكان فعلا عليها اللحم كيتشوى والدم بزاف، وشي سطوله حتى هما فيهم اللحم. غير هو غادي يدققوا مزيان في داك اللحم، ما كانش اللحم ديال الاضحيه، كان اللحم ديال البشر. الجيران كيفاش شافوا داك الشيء خرجوا كيجريو وكيغوتوا حالتهم حاله. قلت ليه اللحم ديال البشر بركه من الضحك. كل شي حاجه كتدخل العقل. كيفاش اصلا غادي يعرفوا انه اللحم ديال البشر؟ واش متاكدين انكم كدويو على الدار ديالي؟ هذيك الدار اللي ليه. قال لي راه كلشي باين، يد ورجلين كلشي باين كلشي باين. وقسما بالله كون علي انا والله ما نقول لك هادشي، غير هو انت كنتي غادي تطلب انك تشوف، ومن الواجب ديالي انني نقول لك شنو كاين، نقول لك بلساني اشنو وقع احسن ما انك تشوف بعينيك. المهم من بعد اتصلوا بينا قالوا لنا بلي كاينه مصيبه في الدار بعديل. احنا جينا السلطات انتشرت في المكان كله. سولنا خالد الجار قال لي واش سمعتي شي حاجه قبل؟ واش كان شي غوات شي هضره اي حاجه تبين وتشرح بلي هادشي ما كانش مفهوم. خالد قال لا ما كانت شي حاجه غريبه، قال ما كانت شي غوات من غير البارح اللي سمعوا شويه ديال الاصوات واللي فعلا كان غريب، وداك الدخان اللي خرج مجهد. قالوا خرجوا يدقوا حتى عياو وما كتجاوبوش، وفكروا بلي يمكن الدار تكون شعلت فيها العافيه وعيطوا لولادهم ونقزوا السور وحلوهم. من بعد شافوا هذيك الكارثه وديك الهضره اللي عاودتها كامله. احنا فاش دخلنا وشفنا ما كانش شي حاجه كتبين شكون اللي ممكن يكون ورا هادشي كامل. ما نخبيش عليك بحال دخلنا لقرنا منظر كان ابشع ما يمكن تشوف في حياتك. قال لي انا عارف كنقول لك هضره قاصحه واللي ما كتدخلش العقل وانت صعيب بالنسبه لك تستوعب هادشي، ولكن انت راجل كبير ايمان قوي وحنا محتاجين نقول لكل شيء باش ناخذ من عندك معلومات ونعرف شكون اللي ورا هادشي كامل. هو كيدوي وانا والله العظيم مرفوع ما كنسمعوش كيقول، حيت كل شيء حبس. في اول حاجه قال لي هي لقاو في الدار. كنقول شنو قال هذا؟ قال لي اسمع بعدين غادي نقدروا نوريك والو، حيت كنظنوا اي انسان طبيعي
صعيب بالنسبه لي يشوف داكشي اللي شفنا، ولكن غادي نعطيوك مواصفات وشنو باش انت تعاوننا، وانت حاول تقولينا من بعد ما غادي نقول لك هاد المواصفات وشنو لقينا. غتقولينا في من الممكن تشك. فاش دخلنا لدارك لقينا منشار ومقطع، وطبيعة الحال داك العافية اللي كانوا كيتشواو فيها شي حوايج. كان الجسم ديال المرأة، سمحوا لي على التفاصيل ولكن بغيت نوصل لكم الصورة كيف ما هي. جسم ديال المرأة وواحد جسم اخر، يعني غالبا دري، وكلشي مقطع، وما عرفناش الجثة ديال شحال من واحد حيت داكشي كان مخربق، ها اللي محروق ها اللي مقطع، المهم روينا كحله. بقينا كنقلبو وهنا اكتشفنا شي حوايج بزاف اخرين، حوايج خطيرين واللي خلاونا نشكو اكثر. اللي في الدار كاين الاثر ديال المقاومه ديال شي وحدين كانوا كيضاربوا وشي كيدافع على شي، ما عرفناش. مهم ولقاو حتى العشاء اللي كان محطوط فوق الطبله، كلشي غادي يمشي باش يتحلل، والبيوت كاملين كان فيهم الدم فوق ناموسيات. البيت الكبير والبيت ديال الولاد يمكن هادشي كيبين انه تصفات ليهم وهما ناعسين في بلاصتهم، يعني توفوا قبل ما يخرجوا لوسط الدار ويطرى لهم هادشي اللي طرا. قال لي يا با عديد الا ما كنتيش قادر تسمع الكمالة قولها ليا ونحبس، مهما يوقع حنا غادي نجيبو لك حقك وحق عائلتك، وانا ملزم انني نعاونك كل شيء حيت انت الوحيد اللي ممكن تعاوننا. قلت لهم لا لا، اساسا هادو اللي لقيتو راه ماشي عائلتي، يمكن يكونوا شي ناس اخرين. المهم كنقول اي هضره اي هضره، جدار كيشوف فيا وكيقول لا حول ولا قوه الا بالله. قال لي احنا بصح مازال ما عارفين شكون وشحال من واحد كاين. اساسا احنا في الاول كنا شاكين فيك، ولكن فاش تاكدنا انك ما كنتيش في المدينه فهمنا انه ما عندكش علاقه في الموضوع، وهذا شي واحد اخر اللي دار هذه المصيبه. دابا تزينك حتى تجي وتعطينا معلومات شكون كان في الدار وبزاف ديال الاسئله عندنا. وفي الكوزينه لقينا واحد القرعه اللي ما فهمناهاش حتى هي، وهاد القرعة ماشي طبيعية واللي خلانا اننا ما نتاكدوش من الناس اللي طرا معاهم هادشي في دارك هو انه الجثث كانوا بلا ريوس. قلبنا في الدار كلها ما لقيناهمش، ومش سولنا الجيران قالوا لنا بلي هادي دارك وانت خدام شيفور ديال الكاميو وانت وولدك عمر اللي في عمره 14 سنة، والصغير زين الدين في عمره 19 عام. اكيد هذوك اللي شفتو راه ماشي عائلتي. خليوني دابا نمشي نشوف باش نتاكد لكم، خليوني ندخل باش نقول لكم واش هما ولا لا. قلنا لا احنا خايفين عليك بلاش. وصراحه كان عنده الصح، انا كنت حاول نوقف ورجلي مبغاوش يهزوني. قالوا دابا انا بغيت نسولك واش عندك مشكل مع شي واحد، واش شي واحد كيتسالك فلوس مثلا؟ قلت ليه لا، ما كاين اللي كيتسالني. اساسا انا جامع واحد البركه ومخبيها في الدار باش هكا ان شاء الله باش فاش نكبر نلقى باش نصرف على راسي. وانا كنجاوب عادي زعما بحال ما واقع والو من داكشي اللي عاود ليا. قال لي واش ما يمكنش انه شي واحد عارف بلي انت مخبي الفلوس، ولكن لا لا، شي واحد زعما يشفرك ويدير هادشي كامل راه خاصو يكون مريض. قلت ليه لا، ما كاين اللي اديني. ولكن لا لا لا، شي واحد يشفرك ويدير هادشي كامل راه خاصو يكون مريض. قلت ليه لا، ما كاين اللي يمكن يأذيني، وداكشي علاش قلت لك هذوك الناس اللي لقيتو في الدار ماشي من عائلتي. حنا راه حتى واحد ما حقد علينا، ما كنظنش انه شي واحد غيبغي يأذينا. انا حياتي كامله وانا داخل سوق راسي وما كنجيب مشاكل. ما كاين شي واحد من غير عائلتي عارف بالحكايه ديال داك الصندوق اللي مخبي عندي في البلاكار. داكشي علاش بطبيعه الحال كتجيني هضره خاويه انها ماشي عائلتي هذيك. طبيعه هذه الحاله اللي كان فيها مسألة طبيعية، ديك الصدمة وداك الشي صعيب انك تستوعب. قال لي هادشي اللي قالوا الجيران، قالوا انت الله يعمرها دار وكيتشكاو لك مره من الكاميو الصداع ديالو في الصباح، ولكن من غير داك الشي ما شافوا منك غير الخير. دابا قول لينا عادل امتى اخر مره شفتي عائلتك وامتى اخر مره دويتي معاهم؟ قلت له انا شي 4 ايام دابا وانا غايبه على المدينه، واحد التوصيله ديال السلعه كان خاصني نمشي ونجي 2 المرات، واخر مره دويت مع مولاة الدار هو البارح. البارح دوينا يمكن بين المغرب والعشاء، موراها ما بقيتش عارف علاش ما كتجاوبنيش، يمكن حين تعطلت تقلقات
ما عرفتش. انا كنت باغي نجي بكري، ولكن وقع معايا شي حوايج في الطريق عطلوني وما قدرتش ندير بالناقص من داك التوصيله. وكون غير سمعت الهضره ديال داك الراجل اللي نصحني، قال لي اين راجل با عادل. قلت له واحد الراجل تلاقيت معاه في الطريق وبدا كينصحني، قال لي سير مع عائلتك وجلس معاهم. قال لينا المهم حنا ما قدرناش نتسناو اكثر من هكا، والجثات مشاو باش يتشرحوا. وعلى حساب الهضره ديال الجيران الاخوان، المنظر كان بشع، كان خايب بزاف. حيت اللي جاو باش ياخذوا الجثث ما خرجوهمش بطريقه اللي كتعرفوا، لا خرجوهم بحال شميكات. انا بغيت نشرح لكم وفي نفس الوقت ما بغيتكمش تتخيلوا هذا المنظر، حيت مناظر ديال شي حوايج خايبين ما نتمناهمش لعدوك. الخلاصه انهم تحافظوا على كل شيء وتمنع على شي واحد يدخل هذيك الدار. ودابا غادي نقلب لكم الاحداث لحوايج اخرين، حيت فهاد اللحظه با عادل وصل لواحد المرحله رجليه مبقاوش هزينو والدمعه باش تخرج من عينيه. كثرت ما كان داكشي اللي سمع صادم بالنسبه ليه. كانوا كيقولوا في الاول غالبا داكشي لقاو في الدار دوك الجثث مرت با عادل والولد الكبير والصغير زين الدين. حتى جات هذيك المراه، هاد المراه غتقول بصوت عالي يا ربي يكون عمر ما رجعش. طبعا سمعوها الناس اللي كانوا واقفين تما، وواحد غادي يقرب عندها وجاو عندها وقالوا لها الحاجه واش ممكن تعاود هادشي اللي قلتي. قلت يا ربي ما يكونش عمر رجع قبل ما يوقع هادشي، على الاقل واحد من العائله ديال با عادل يكون باقي حي يصبروا شي شويه. قال لها وانت فين شفتي هاد عمر، فين شفتيه وامتى هادشي. قالت لي شفتو قبل الصلاه ديال العيد بشي شويه بحال هكاك. انا كنت واقفه قدام الدار عندي وداز من قدامي وبلي ما راس سلم عليا. قال لها وانتي فين ساكنه الحاجه. قلت ليه فين كاين الفارماسيان. قالت لك الفارماسيان راه في الدار عندي. قلت لها واش متاكده شفتي عمر. قلت لي والصيدلي اللي كاري ليه راه داير الكاميرات ممكن تشوفوهم، ممكن اتصل به هو غادي يوريكم الكاميرات، وانا متاكده انه غادي يبينوا لك عمر دايز هكا بوحدو في الصباح. قال لها واخا. قال لها واش ممكن تصلينا به نشوفوا هاد الكاميرا. واتصلت به ودوزوا ليها. قال ليه دابا كون حاضر قدامنا ما نتسناوكش. الناس فرحوا، قالوا غالبا الا كان كلام الحاجه بصح يعني ولد با عادل باقي حي، حاجه مزيانه غادي يفيدهم، وحتى با عادل ما غاديش يتصدم من هذيك الدرجه. فاش قلبوا الكاميرات ودقوا بان ليهم فعلا عمر مازال حي. وقالوها لبا عادل، كيقول با عادل انا مسحت السمع بليكا. قلت لهم شفتوا راه كنقول لكم ماشي عائلتي هذيك، راه عائلتي بخير وعلى خير. هذوك اللي لقيتوهم ما عرفتش شكون. يعني وفرحت لواحد الدرجه مستعد اني نكذب على راسي ونقول هو شويه غتبان مرات الدار شويه غيبان ولدي الصغير. وقالوا لي غير صبر على حسب داكشي اللي شفنا عمر بان لينا هز واحد الصاك، وصاك اللي شويه كبير. وفاش شفنا التوقيت راكم فهمتوا كانوا في لحظات قليله قبل ما يجيو هذوك الناس يتشكاو. فاكثر واحد مشكوك فيه هو عمر، ولد عمر. قلت لهم لا ما يمكنش، اكيد كاينه شي حاجه، اكيد ما يمكنش. قلت لهم انا نمشي معكم ونصدق داكشي اللي قلتو، مستحيل يكون ولدي عمر اللي دار هادشي. علاش غيدير بحال هكا. كيقول با عادل عرفتو باش مصيبه كتكبر بزاف وكتولي كتمنى هذيك المصيبه ما تكونش بصح. داكشي اللي وقع معايا مستعد نقتنع بلي عائلتي طرا مع داكشي ودار فيهم داك المصيبه، غير ما تقولش لي انه ولدي عمر اللي دار هادشي لعائلته. ايوا كلشي بدا كيبان، وغادي ينشروا واحد الصوره ديال عمر وقالوا باللي هو المشتبه به، وهو اللي كيبان لهم ممكن يدير هادشي اللي دار. الناس كامله وصلتهم اخبار اللي ملي شافوا عمر انه يبلغوا السلطات. وبوالد هاد الايام كانوا معاه الناس رادين معاه البال وحاطينه في واحد الدار تابعه للحكومه هكا الا وقعت ليه شي حاجه يكونوا حاضرين. هادشي اللي قالوا ليه، حيت كيبان ليه مازال ما استوعبش هادشي اللي وقع ليه. هو بصراحه داروا معاه بحال هكا باش يحميوه من ولده. كانوا كيقولوا بلي عمر دار فمو با هكاك ممكن يدير نفس الحاجه في باه الى لقاه. اما عمر فراه من داك النهار ما بقاو شافوه، حتى هو ما عاود شافوه، بقاو غير يعرفوا واش كان بوحدو ولا كان مع شي واحد. والمناسبه كاع الفلوس اللي كان مخبي با عادل ما لقاو منها والو. الدنيا تقلبات
مشاو قلبوا عند صحابه ما خلوا فين، قلبوا داروا البراجات اللي داز شاكين ولا شي حاجه كيقلبوا، حيت قالوا لي دار في عائلته هكا، شنو غيدير في البراني؟ من بعد بزاف ديال التقلاب كان قال صافي استوعب هادشي اللي وقع ليه، وكون اي واحد بلاصتو كنظن هاي حماق. اللي نقدر نقول لكم انه با عادل ما كانش عارف بزاف على ولده بحكم الخدمه ديالو، خدام في كاميون كيقيل غايب. فالناس بداو كيقولوا شنو كاين، بداو كيقولوا بلي عمر كيتخاصم ديما مع عمو وديما كيلغوات. حتى من هذيك الليله ديال العيد في الليل معطل بداو كيسمعوا شويه ديال الصداع، الضريب، التقرقيب، يا ما سمعوا الغوات. ولكن فاش كيكون با عادل ما كيكونش صداع، هادشي كيطرا غير هو ما كاينش، على حسب كلامهم، خصوصا العيالات اللي قراب من مرت با عادل. كيقولوا باللي ديما الموضوع كيكون هو الفلوس، ديما مولات الدار مخاصمه مع ولدها على ودة الفلوس. بالنسبه للسلطات هذا سبب كافي يخلي الناس مرض في عقلهم يصفيو على عائلتهم. يمكن كيتعاطى شي حاجه، يمكن شي واحد كيتسالو فلوس، ممكن داير شي مشكل كبير ومحتاج فلوس. المهم بدات الصوره غدا وكتوضح، وكنفهموا عمر كيفاش كان هاد الولد. شي سيمانه بحال هكاك واحد فاعل الخير غيقول بلي شاف عمر حاجه كون فواحد الخربه بحال شي زباله اللي شافو، وواحد الراجل خدام في البني كان غادي ما بهم عليه، حتى بان ليه عمر كاس فواحد القنيته، وجهه جاه ما غريبش عليه. ايوا ديك الساعه مشاو قدروا يشدوه، وعمر الاخوان كان بحال بوهالي، شعره منتوف وحالته حاله، ومحتاجو كاع يصيروه. البلاصه فين كان جالس هي نفس البلاصه فين دفن داك الصاك. غادي يحلوه ويلقاو فيه الراس ديال مولا الدار وولد بعلال، ولد صغير بعديل. زين الدين دابا غتقولوا اش غيديروا، علاش ما هربش، علاش بقى جالس غير هنايا؟ انا غنقول لكم. بعد عمر ما قاوم ما والو، جاو لقاوه جالس في نفس هذيك البلاصه فين قال لهم البناي، كان مهدان. وفاش شدوه شافوا با عادل، قال كنت كنتمنى واخا ولدي، كنت كنتمنى ما يبقاش عايش لحظه واحده في الدنيا. جعرت ودخلت في واحد الحاله لا يوريكم، كون ما شدوني عليه كون علم الله شنو درت. ولكن واحد الحاجه رديت لها البال، كيقول عادل انه فاش شاف عينين ولده عينيه كانوا طافيين. كنقول ليه شرح ليا علاش درتي بحال هكا؟ الدري غير كيشوف وما كانش معنا في هذا العالم، بقى يومين في هذه الحاله ديال انه غير ساكت ما كينطق حتى حرف. ولو غير على السبب اللي دار هكا والو، الدري ما كينطق حتى حرف. نهار التالي باش يسولوه مرة المليون غيقول لهم كل شيء، وغيجاوبهم بكل هدوء. قالوا لي شنو المشكل بينك وبين خوك وامك لدرجة انك دير فيهم هادشي اللي درتي؟ قال لهم ما كاين حتى شي مشكل، عادي وصافي. الراجل اللي كان كيحقق معاه قال ليه كيفاش عادي؟ جاوب مزيان. شد الجواب، قال ليه هما اللي كانوا مشكل بالنسبه ليا، هما اللي مرضوني في حياتي، هما اللي كانوا السبب في هادشي اللي وقع ليهم، وبالخصوص مي هي السبب في هادشي كامل. قالوا ليه علاش هادشي كامل؟ علاش؟ واش كانوا خاصينك فلوس؟ حيت ما فهمناش الا خاصينك فلوس كان بامكانك غير تاخدهم وتمشي، حيت حاجه السامعين لقيناك في الزباله، يعني علاش ما هربتيش؟ قال لهم انا يا حياتي كامله وانا كيخصني ناخذ الاذن، وامي ما كتخليني ندير والو، وكتبقى تحرش عليا بابا، وتبقى تقول لي خويا شوف تبارك الله فين واصل. هو بصح خويا عزيز عليا، ولكن حتى هو كان كيبغي ديما يبان انه مثالي قدامنا، وديما كنحس انه خويا زين الدين كيفضلوه عليا. اما با عادل بلا ما ندوي كان مشغوله في خدمته، الا جا ديما هو داك الاب المتسلط اللي عارف اشنو كيدير، هو اللي عارف مصلحتنا. وداك الهضره كون فاش ضمنوا لي مستقبلي هما لا كيقول بغيتي مستقبلك خاصك ديرو بيديك بدراعك. شنو المستقبل في هاد البلاد؟ واش كيضحكوا عليا؟ قال لي دابا انت واش مشكلتك الفلوس ولا المستقبل، ولا حيت كتغير على خوك، ولا كتعاطى شي حاجه، ولا اش؟ قال لي هادشي كامل ديروا بهم كوكتيل وانا ما كنتعاطى حتى حاجه حتى كنكون مخلوق. امي باش عرفتني شنو كندير بالفلوس زاد صيرات عليا المصروف وما بقاش كتعطيني كتعطي لخويا، وانا مكنتش نبقى صابر. دابا نتايا قدك قداش وكتسناوي هذاك يصرفوا عليك،
قال لهم لا، انا بغيت غير الامور تقاد بين ما نكبر، بين ما زعما ندير مستقبلي. بصراحه بغيت غير نكون مهني في حياتي، وهادشي خبيته في خاطري. هاد المشاكل كامله، كلهم مصروف، وبين بالي غابر، وبين امي اللي كتفضل خويا عليا، وبين بزاف ديال الحوايج اخرين. وداك النهار غير جالس مع صحابي، هضره من هنا هضره من لهيه، وقالوا لي واش باك ما كيقنعش من جميع الفلوس، كون عطاك غير شويه من داكشي اللي جمع. عن الله فين كنتي تكون. حيت صحابي كنت كنعاود ليهم وكنقول لهم با جامع شي بركه، وهادشي وقع شي شهر قبل من العيد الكبير. هذاك النهار فاش رجعت للدار قلت لامي هضري لي مع با يعطيني فلوس وندير حتى انا شي حاجه نخدمها. وصافي كلمه من هنا كلمه من لهيه، بدا الغوات والمشاكل اللي مولفها مع امي. قال لها واخا، وانت واخا، قال لي واخا انت فوقاش بديتي كتخطط لهذا الشيء. قال لي 3 ايام قبل العيد بديت كنفكر انه صافي هاد الدنيا ما بقاش نجمعوا فيها كاملين. قال لي واش معك شي واحد، واش شي واحد في صحابك عطاك فكره؟ قال لي لا، انا فكرت راسي وبغيت ندير هذا الشيء. انا وجدت داكشي ديال الذبيحه على اساس انني غادي نعاون با في العيد الكبير. ايوا قالوا لي الا كنتي ناوي تصفي الباك. قال لهم بصراحه ما كنتش عارف. اهم حاجه بالنسبه ليا هو انه خويا وامي. اما با كان غابر، ما كانش داير لي شي مشكل نيت، كنت كنتقلق منه غير الا كان هنايا. قال لهم اختاريت داك النهار ديال العيد باش هكا الا قطعتهم ودرتهم يتشواو الناس غادي يسحب لهم كان شويه اللحم. هادشي اللي كنت كنتخيل، والموضوع غادي يدوز عادي وحتى واحد ما غيعرفهم فين مشاو. وهديك الليله ليله العيد فاش كنا كنتعشاو، قبل ما نتعشاو انا درت لهم السم ديال الفيران، وانا ما عرفتش واش غتصدق ولا لا. ولكن فاش شفتهم كيتقطعوا بالحريق حدا عينيا، بصراحه ما استحملتش، ما نخبيش عليكم، بقى فيا الحال، ما عجبنيش هذاك المنظر. ولكن قال لي لقينا اثار ديال المقاومه في الدار. قال لي هادوك غير ما عرفتش تخربقوا لي المشاعر، وما عرفتش شنو كندير، بديت كنهرس ونضرب. ما عرفتش كيفاش الجيران ما تشكاوش هذيك الليله. انا براسي ما عرفتش الحاله اللي كنت فيها، واش ندمت واش تصدمت، ما عرفتش. وجاوني افكار ما فهمتهمش، قلت الا درت الدم في كل بلاصه كينعسوا فيها هي سحبت لهم باللي حتى انا وقع لي نفس الحاجه، ومتما نمشي شقرينا كحله نعيش حياتي تما. ما بغيتش نقول لكم الاخوان شنو دار في مخو، حيت داكشي صعيب بزاف، ولكن داكشي دارو خايب. هادشي اللي ديروا في بالكم. هو في الاول كان كيقول غيمشي شي بلاصه يتخبى فيها حتى تسد الامور، وصحابهم باللي صافي حتى هو توفى. وديك الساعه يبان، ولكن ماشي بنفس ديك المدينه، ولا يمكن كاع يخرج من البلاد. ولكن على حسب كلامه من بعد ما دار داكشي اللي دار، وصل لواحد الحاله اللي مكانش متوقعه. كيقول من بعد ما استوعب داكشي اللي درت فيهم ما بقيتش قادر نغمض عينيا، وليت كنتمنى غير يشدوني ولا توقع لي اي حاجه خايبه. قالوا لي واش انت متخلف ولا شنو، واش ما كتفكرش صافي جيتي ذبحتي عائلتك غادي تغبر، ومن بعدها غتعيش حياتك؟ ما فكرتي انه باك غادي يبلغ، الجيران يبلغوا، عندك الامور هانيه؟ قال لي انا فكرت بزاف ديال الافكار وما نخليش الاثار، ولا نقول لهم بلي انا جيت وما لقيت حتى واحد. نقدر نقول بلي جاو شي وحدين وداو فلوس شفاره، داروا هاد الحاله في امي وخويا. ايوا صلاه التحقيق بلا ما نقول لكم على الحاله ديال با عديل، داكشي صعيب. تسمع الهضره من ولدك حتى واحد ما يقدر يستحملها. الطريقه باش كان كيجاوب عمر خلاوه يشك في قواه العقليه، وهادشي علاش عرضوه لواحد الاخصائي بقى كيدوي معاه وكيشوف شنو اللي ممكن يخليه يوصل لهاد المرحله. كيدوي ليه مثلا على الماضي ديالو، تفاصيل. التقرير فاش غادي يخرج كيبين باللي عمر كان عارف اشنو كيدير ومسؤول على تصرفاته. في الاخر تحكم عليه بالمؤبد، وبعد غادي يحتاج مده طويله باش يولي شويه بخير. اكيد حياته مع عمرها ترجع كيف ما كانت قبل. مرته، ولده الصغير الله يرحمهم، ولده الكبير اللي كان بغاه يهزو في الكبرو، راكم عارفين فين با عادل كان كيفكر. فديك الليله فاش كان صايق الكاميو وكانوا بزاف ديال العلامات كيبينوا ليه انه خاصو يمشي للدار، كيقول كون غيمشيت للدار كان ممكن هادشي كامل ما يوقعش. انا كنقول الله اعلم. هو بصح الا شفتي شي حاجه تعكست لك بزاف، من الاحسن انك تخلي هذيك الساعه. هاد القصه الاخوان
واقع ومؤسف ان هادشي كيوقع. الله يهدي للجميع. والمهم الا كيعجبكم هذا النوع ديال القصص، شويه غموض وجريمه ورعب، قولوها ليا وخليو لي لايك. وشكرا.